السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فرخة محشية يا بنات بطريقة سهلة وبسيطة تنفعك في العزومات يعني جميلة جدا بطريقة سهلة وبسيطة. هتعملي فرخة مستوية على الآخر زي ما انتم شايفين كده. وعلى فكرة ديت كانت فرخة يعني وزنها كبير شوية، هقول لكم برضو وزنها قد ايه علشان لما حبيتي تسويها. طبعا الفرخة كده مستوية على البخار. الفرخة دي كلها يا بنات مستوية على البخار بطريقة جميلة جدا، صحية سهلة ولذيذة. والرز بقى الحشو بتاعها فظيع. تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي، وتعالوا ندخل على الوصفة هنشوف هنعملها ازاي. انا عندي فرخة 2 كيلو وممكن برضو اصغر من كده. تمام. عندي بطماطمايه وبصلايه وثلاث فصوص ثوم وكيس كاتشب او معلقة كاتشب. عندي معلقتين خل، اللي هو الخل اللي احنا اللي بنستخدمه ده عندنا الابيض، ربع كوب زيت، معلقتين عسل اسود. عندي بقى اللي هي البهارات، عندي ملح وفلفل، عندي 7 بهارات، عندي زنجبيل، عندي بابريكا، وعندي اللي هي ورق لوري وحبهان بس مطحون. تمام كده. هناخد بقى انا الجزء ده كده كله هضربه كويس جدا في الخلاط. بعد بعد ما ضربناه هنبدأ اصفيه كويس. دي خطوة مهمة جدا، مش عايزة الشوائب دي كلها فيها. بعد كده هنزل بقى بالعسل بتاعنا، عسل معلقتين عسل اسمر. طيب لو ما فيش عسل اسمر هتبقى عندك صويا صوص او دبس رمان. تمام. بعد كده هحط البهارات بقى ايه وهبدا اتبل الفرخه. بس انا بقى هنا طبعا انا كنت نسيت اقول لكم، انا فصلت ما بين اللي هي الجلد واللحم بالطريقه ديت كده بطريقه سهله جدا. تحاولي تشيلي الجلد كده بسيط هتلاقيه اتشال منك عادي خالص. وطبعا برضو انا كنت نسيت ان اشقها في يعني اعمل فيها فتحات بالطريقه ديت. انت حتى لو بعد التتبيله يعني كنت نسيتي تعملي الفتحات بعد التتبيله عادي مفيش مشكله، ممكن برضه تعملي فيها التتبيله، تعملي فيها قصدي اللي هي الفتحات ديت وتخلي التتبيله تنزل جواها. بس الافضل طبعا يعني ايه قبل التتبيله هنجهز الفرخه تبقى بالشكل دوت. انا بقول لك لو نسيتي كده زي حالاتي يعني. بعد كده هنغزها برضه كده من قدام ومن ظهر الفرخه. والدبابيز برضه هنغزها كويس كده، بس اهم حاجه خلي بالك عشان الجلد ما يتقطعش منك عشان الحشو. هنبدأي بقى تبليها كويس جدا كده من فوق الجلد ومن تحت الجلد ومن جواها. يعني ادعكيها كويس جدا عشان التتبيله تدخل جوه الفتحات اللي احنا عملناها، وسيبيها نص ساعه. النص ساعه ده اللي هنسيبه هنعمل اللي هي الحشو بتاعها. انا عندي هنا الحله فيها معلقتين سمنه على شويه زيت، عندي بصله مبشوره، عندي هنا وعندي كوبايتين رز. طبعا انا عندي البهارات بتاعتي، يعني مكعب ماجي، ملح وفلفل، ورق لوري وحبهان و7 بهارات وفلفل اسمر والبابريكا. تمام. بعد كده هننزل بقى كده هوت هنا على في الحله كده هوت البصله لغايه بس ما هتتبل حاجات بسيطه كده، تتبل شويه بسيطه كده معانا. تمام. بعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي. طبعا مرقه الدجاج لو انت مش عايزاها ممكن الاستغناء عنها، وخليهم كده لغايه ما يتشوحوا كده في السمنه مع شويه الزيت لغايه الريحه بتاعتهم ما تبان. وانزلي بيه الرز بتاعنا. اهم حاجه بس هنا قلبيه كويس جدا لغايه ما تحسي يعني ان ايه الرزايه نشفت كده وبقت كويسه، عشان تبقى برضو يعني ايه الرزه ما تعجنش منك جوه الفرخه وتبقى تديكي سوا بتاعها ممتاز جدا. بعد كده انزلي يا دوبك الميه تغطي اللي هي الرز يا بنات. يعني هو ده مش معيار الرز طبعا عشان السوا، بس احنا عايزينه نص سوا. تمام. هنسيبه بقى لغايه ما هيتشرب اللي هي السائل بتاعه دوت. وهنسيبه بتاع قيمه مثلا هيبقى لغايه النص سوا، واللي هتسيبيه كمان 10 دقايق او حاجه زي كده. بعد ما بقى النص سوا هشيل منه جزء اللي هحشي بيه الفرخه، والجزء التاني اللي في الحله ده هزود عليه يعني شويه ميه على حسب درجه الرز عندك سوا قد ايه. وهسيبه علشان هقدمه تحت الفرخه هناكله بيه. تمام. عندي هنا بقى ايه مكسرات، انا شوحتهم مع معلقه سمنه بلدي علشان هحشي بيها الفرخة. والجزء التاني هحطه مع الرز بتاعنا طبعا. بعد كده هبدأ اهوت هحشي بقى اللي هي الفرخة بتاعتنا من جواها ومن تحت الجلد زي ما انت شايفة كده. بس طبعا ما تكتريش من تحت الجلد علشان ما تفرقعش منك ما تفتحش وهي بتستوي. تمام. وبعد كده بعد ما تحطي اللي هي الرز كده تحت الجلد حاولي يعني وزعيه علشان تبقى كله يعني مية واحدة كده علشان ما تبقاش حتة منفوخة مع الرز وحتة تانية علشان برضو الرز كله يستوي. بعد ما حشيتيها كويس جدا. بصراحة أنا ما بحبش أحشي من ناحية الرقبة، أنا بحب أحشي بطنها وتحت الجلد بس. بعد كده هبدأ بقى أقفل الرجلين بتاعتها كده في الفتحة كده بتاعتها ديت بالظبط.
قفليها بس كويس جدا كده، وامسحيها كويس من الرز الباقي. طيب هتيجي بقى لعمليه التسويه. عندي فرن سخن جدا دلوقتي يا بنات. عندي بقى الصينيه كده فيها تلات ارباعها او نصها ميه، فيها بقى بهارات كرفس جزر، ممكن كمان وبصله. ممكن تحطي البهارات او المنكهات اللي انت بتحبيها للفرخه بتاعتك. عندك بقى الشبكه هنا ديت، هحطها اي شبكه تكون موجوده عندك، وهتحطيها كده فوقيها. كده هتبقى الفرخة بتاعتنا هتستوي على البخار ولا لأ؟ صح، هتستوي كده على البخار بتاعتك. طب انت بقى لو عندك ورق زبدة، بلي ورق زبدة وبليها مية، وبعد كده حطيها على الفرخة، بعدين حطي ورق الفويل. بصراحة انا ما كانش عندي الورق اللي هو الزبدة، بس انا حاولت كده يعني اخلي ورق الفويل وانا بلفها كده على الفرخة، اخليه بعيد عنها علشان ما يلامسهاش بقدر الامكان، يعني بعيد عنها شوية. بعد كده الحرارة بقى على حرارة 200 زي ما انا قلت، الفرن يكون سخن جدا، وسيبيها. هي هتاخد من ساعة ونص لساعتين على حسب وزن الفرخة. لو انت جايبة فرخة كيلو ونص، هتكون طبعا مدة التسوية اقل. وشوفوا بقى الفرخة بعد ما طلعت شكلها عامل ازاي، بجد فظيعة. بس ده أهم حاجة، التسوية الكويسة يا بنات. خليها ما تطلعهاش غير لما تشوفيها مستوية كويس، يعني من ساعة ونص لساعتين. يا رب يكون الفيديو فعلا ينال رضاكم. شايفين الفرخة يعني مشهية وبتتكلم عن نفسها. نشوف بقى اللي هي اللحمة ما شاء الله بتاعت اللي هو الصدر. بصوا ما شاء الله، بصوا مهرية. والرز بقى ما فيش أجمل من كده بصراحة. شايفين الجمال والروعة. بصراحة أنا كان عندي ضيوف بقى إيه هيجوا يعني، فأنا ما حبيتش يعني أبهدل الفرخة كتير علشان أنا هقدمها لحبايبي. يعني إيه رأيكم بقى؟ تسوية 100%، حاجة في منتهى الروعة واللذاذة، وبطريقة سهلة وجميلة جدا. وفكرة البخار سهلة جدا يا بنات. ألف هنا، تشغلك هو المتابعة. والسلام عليكم.